مساء الخير على حضراتكم. حابب اني اكلم حضرتك عن موضوع مهم جدا، هو موضوع الاي اي او موضوع شات جي بي تي او البرامج المشابهه لهذا الموضوع. وحابب اني اوجه النصيحه خاصه لكل مصري موجود بالخارج. انا شايف من وجهه نظري، انا مش شخص يمكن تقني في هذا الموضوع، ولكن انا بحاول ان انا اساعد كل مصري موجود بالخارج على كل معلومه قانونيه او موقف بحب ان انا انقله لحضرتك كنوع من المساعده او نوع من الاسترشاد بهذا الموقف، ضمانا لسلامتك او سلامه اسرتك في الخارج. انا شايف ان هذه البرامج وما يماثلها هي برامج مضلله لحضرتك، لانها بتحتوي على معلومات كتيره خاطئه بخصوص وجودك بالخارج او بخصوص ازاي تحل مشكلتك اللي موجوده بالخارج. فارجو كل مصري بيتكلم او بيبحث عن طريق الاي اي في اي مشكله ليه، ارجوك لا تتبع التعليمات اللي موجوده على هذا البرنامج، لان انا بعتبر ان هذا البرنامج او رايي الشخصي يعني لك ان تاخذ به او لا، ولك ان انت ما تاخدش بيه يعني. بس انا حابب انقل لك وجهه نظري. انا شايف ان هو اداه تجسس كبيره جدا على حضرتك، وهو مش اكتر من اداه بتلم معلومات كبيره جدا، منها الصحيح ومنها الخاطئ. فاذا حضرتك واجهتك مشكله وانت خارج الدوله المصريه او انت خارج مصر، انصحك بشده انك تتوجه الى القنوات المصريه القانونيه المعنيه لحل مشكلتك. يعني تتوجه الى السفاره المصريه، او تتوجه الى القنصليه المصريه، او تتوجه الى موقع وزاره الخارجيه، او موقع السفاره المصريه في الخارج، او موقع القنصليه المصريه في الخارج. دي القنوات الشرعيه اللي حضرتك لازم تتوجه لها. اما انك تستسهل الامر وتتبع الشات جي بي تي او الاي اي وتبحث عن حل لمشكلتك فيوجهك ازاي تحلها، احيانا بيكون بيحمل معلومات صحيحة، واحيانا بيحمل معلومات اخرى مضلة او غير صحيحة. انا شايف ان هذه البرامج هي بتساعد على طمس هويتك المصرية. انا شايف ان هذه البرامج مش بتساعد على حل مشاكلك القانونية في الخارج، ولكن انا شايف ممكن تساعد شخص اخر، ممكن تساعدك في بعض الاوقات، ولكن هي غير مختصة بحل المشاكل خاصة المتأزمة اللي ممكن يمر بيها اي مصري موجود في الخارج. خد بالك، هي نصائح حابب اني انقلها ليك. ارجوك انك تتوجه للقنوات الشرعية لحل مشكلتك. عندك مشكلة في التجنيد، عندك مشكلة في بطاقتك، عندك مشكلة في تجديد جوازك، عندك مشكلة في اي حاجة من المشاكل اللي احنا ذكرناها قبل كده الخاصة بمشاكل المصريين بالخارج. ارجوك خد بالك، ارجوك خد بالك ان وضعك حساس. ارجوك خد بالك من التغيرات اللي بتحصل في المنطقه العربيه حاليا او في الشرق الاوسط. خد بالك انك مستهدف. خد بالك ان كل حاجه بتمر بيك الدوله المصريه عارفاها، مركزه عليها، بتحاول تحميك على القدر المستطاع. لازم تحمي نفسك وتحمي بلدك. تحمي نفسك ازاي؟ انك تتصل بالقنوات الشرعيه اللي موفراها لحضرتك بلدك. فارجوك خد بالك من هذه الامور، وربنا يسلمكم جميعا، وبالتوفيق ان شاء الله.